إحنا دايمًا لمّا بنسمع تغذية سليمة بييجي في دماغنا الدايت والمحافظة على الوزن، ولكن الموضوع أكبر من كده بكتير، وده اللي هنعرفه النهارده من دكتورة ريهام. أهلًا بيكِ يا دكتور. ممكن تعرّفينا بنفسِك أكتر؟ أنا دكتور ريهام فرغني، أخصائي طب الأطفال والحديث الولادة وأخصائي التغذية العلاجية والإكلينيكية. دكتور، أول سؤال عايزة أسأله لِك هو إزاي نحافظ على التوازن الغذائي في رمضان، وده لكل المراحل العمرية وخصوصًا الأكبر يعني؟ بالنسبة لرمضان إحنا قُلنا إن رمضان هو فرصة كبيرة للdetox الطبيعي للجسم إن هو يتخلّص من السموم اللي موجودة على مدار السنة، علشان نحقق التوازن في رمضان إحنا المفروض بناخد 3 وجبات في فترة الفطار، وجبة الفطار ووجبة السحور، وفي بيبقى وجبة snack خفيفة ما بين الفطار وما بين السحور. أول وجبة بناخدها بعد فترة الصيام هي وجبة الفطار، وجبة الفطار المفروض ما ناخدهاش كوجبة كلّها مرّة واحدة، لازم نهيّئ الجهاز الهضمي إن هو داخل له أكل بعد فترة صيام طويلة بتمتد ل14 ل16 ساعة. أول حاجة إحنا بناخد 3 تمرات كوباية مَيّة أو 3 تمرات وكوباية لبن، وبعد كده نفصل بصلاة المغرب، وبعد كده نرجع ناخد الوجبة الرئيسية بتاعتنا. دايمًا الوجبة الرئيسية لازم تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية زي البروتين، النشويات المعقدة، خضار، وكمان الدهون الصحية. وبعد كده بناخد وجبة خفيفة ما بين الفطار والسحور اللي هي عبارة عن ثمرة فاكهة وشوية مكسرات نية غير مملحة، وبعد كده نهتم بوجبة السحور. وجبة السحور دي وجبة مهمة جدًا بنحضّر فيها الجسم لفترة الصيام اللي بعديها، علشان كده لازم نمدّه باحتياجاته فيها. دايمًا برضه بيبقى فيها النشويات والبروتين ولو ممكن حصة ألبان أو خضار. يا ترى إيه يا دكتور بقى شكل السحور الصحي للأطفال؟ تغذية الأطفال بتختلف شوية عن تغذية الكبار، لإن هُم بيبقوا في فترة نمو، فالمفروض لو إحنا هناخد وجبة فطار وسحور وسناك في النُص، لأ أنا أقدر إن أنا أأكّل الطفل على الأقل 4 وجبات من الفطار للسحور، ياكل الوجبة الكاملة بتاعته في الفطار، وبعد كده ياخد مثلًا جزء تاني بعد الفطار بساعة أو ساعتين، لإنه أكيد لو هيبقى صايم فمش هيقدر إن هو ياخد الوجبة كاملة كلها على الفطار. بعد كده ندّي له يعني الفطار نقسّمه على مثلًا جزئين، وجبتين بفارق ساعة أو ساعة ونُص، وبعد كده ندّي له وجبة خفيفة فيها زي كوباية زبادي، ثمرة فاكهة أو شوية مكسرات، ونيجي عند وجبة السحور لازم تبقى بصورة مصغّرة زي الفطار، يعني يبقى فيها نشويات زي العيش الأسمر، ويبقى فيها بروتين زي البيض مثلًا أو الفول سواء بروتين حيواني أو بروتين نباتي، ويبقى فيها كوباية زبادي لإن هو غني بالprobiotics اللي بتحسّن حركة الأمعاء، ولازم طبعًا نهتم إن هو يشرب مَيّة من الفطار للسحور علشان ما يحسّش بالإرهاق وبعدم التركيز وبالدوخة خلال فترة الصيام. يعني مثلًا المفروض علشان نحافظ على الجسم من الجفاف والإرهاق وعدم التركيز لازم نشرب كوباية مَيّة كل ساعة من الفطار للسحور. طبعًا إحنا كأمهات إحنا multi taskers، وفكرة إنه ورانا حاجات كتير والمهام ما بتُقفش في رمضان، فالصبح الشغل وبعد الفطار بنروح مع أولادنا التمارين وبنعمل حاجات كتير أوي. فنصيحة من حضرتك إنه إزاي الأمهات تقدر تبقى بكامل نشاطها وخلال فترة الصيام وخلال رمضان عمومًا؟ علشان نحقق التوازن ونقدر نحافظ على نشاطنا أثناء فترة الصيام الطويلة، إحنا لازم نهتم بنوعية الأكل اللي إحنا بناكله يبقى غذاء صحي متوازن، وكمان نهتم بكمية السوائل اللي إحنا بنشربها على الفطار. يعني مثلًا المفروض علشان نحافظ على الجسم من الجفاف والإرهاق وعدم التركيز لازم نشرب كوباية مَيّة كل ساعة من الفطار للسحور، ما نكتفيش فقط إن إحنا بنشرب مَيّة على الفطار وعلى السحور وفي النُص إحنا بناخد عصاير أو أي مشروبات فيها كمية سكر كبيرة. لازم كمان إن هي تهتم بالغذاء الصحي المتوازن في وجبة الفطار ووجبة السحور، زي ما قُلنا تبقى تحتوي على البروتين، النشويات المعقدة، وكمان الخضار. النشويات المعقدة زي الحبوب الكاملة، زي العيش الأسمر، زي الرز، كمان الخضار دايمًا لمّا تبقى الخضار فريش وملونة، كل لون من ألوان الخضار ديّة بيحتوي على نوع من أنواع الvitamins ونوع من أنواع الminerals أو الأملاح اللي الجسم بيبقى محتاجها وبتدّيني الطاقة والقدرة إن أنا أكمّل فترة الصيام الطويلة. من أهم بقى الأسئلة هو فكرة العادات الخاطئة اللي لازم نبعد عنها تمامًا في رمضان علشان نستفيد برمضان صحي. أول حاجة من العادات الخاطئة جدًا إن إحنا بناكل كمية كبيرة على الفطار، فبنعمل شوك أو صدمة كده للجهاز الهضمي فجأة كده ندخّل له بعد فترة صيام طويلة كمية أكل كبيرة. تاني حاجة إن إحنا بناخد كمية سكريات عالية، طبعًا رمضان بيبقى مليان حلويات، أول حاجة إحنا لازم ناخد كمية معتدلة من الحلويات، تاني حاجة إنها لازم تبقى في خلال ساعة من وجبة كاملة اللي هي وجبة الفطار، علشان نتجنب ارتفاع سكر الدم بشكل مفاجئ، ده بيأثّر على التركيز وبيحسّس الجسم بالخمول والإرهاق. تالت حاجة زي ما قُلنا شُرب المَيّة، لازم نشرب كمية مَيّة مناسبة من الفطار للسحور، ما نكتفيش بس بشُرب المَيّة على الفطار أو على السحور فقط، لازم على الأقل كوباية مَيّة كل ساعة،
الحاجة التانية نتجنب العصاير والحاجات والأغذية اللي فيها سكر عالي، لأن ده بيزود إحساس العطش بعد كده في الصيام. نتجنب الأغذية اللي هي مقلية، اللي هي فيها دهون كتير أو دهون كمان ضارة، دي بترفع كوليسترول الدم، بتتخزن في الجسم على هيئة كبد دهني، والحاجة كمان إنها بتصيب بالخمول وكمان قصر الهضم. احنا كأمهات كلنا عندنا حيرة دايما امتى اولادنا يبدأوا يصوموا، وامتى نبدأ نخليهم خلاص تقدر تصوم اليوم كله او نص اليوم، او ايه اللي يعمله بالظبط الطفل. فنصائح للأطفال عموما في الصيام. أول حاجة صيام الأطفال لازم يبقى بالتدريج، ما ينفعش إن أنا أجيب الطفل وأقول له أنت النهاردة هتصوم صيام يوم كامل من أول قبل الفجر لغاية المغرب حوالي 14 ل 16 ساعة، ولكن أفضل حاجة إن إحنا نبدأ مع أولادنا من بدري ونعودهم على الصيام. بنعودهم على الصيام مثلا من سن 8 سنين 9 سنين، بيبتدي الطفل يصوم عدد ساعات معينة، مثلا 4 ساعات الأول وبعد كده 6 ساعات، لغاية ما يبقى جاي في آخر رمضان قدر إن هو يصوم اليوم كله. يعني مثلا الصبح بدري ممكن يفطر وياخد فطاره العادي جدا، وبعد كده يبدأ إن هو يصوم من العصر للمغرب علشان يفطر في وسط الجماعة وفي وسط التجمع العائلي، ويحس إن هو عمل إنجاز وإن هو صام. بعد كده من الظهر لغاية المغرب، وبالتدريج كده نقدر نوصل على نهاية رمضان إنه قدر يصوم من الصبح لغاية المغرب.